ممكن تكون ثابته. زيزو يلعب العرضيه، فرصه الرأسيه، هو سبايدر مان الزمالك. الاتفاق النهائي لبيع حسام عبد المجيد خلاص بقى بنسبة 99%. الصفقة تمت، وحسام أنهى كل إجراءات السفر لبلغاريا خلال الساعات القادمة لتوقيع الكشف الطبي قبل إعلان انتقاله بشكل رسمي وبشكل نهائي. أول حاجة من بنود الاتفاق وهي إن الزمالك بيحصل على 1,500,000 يورو هيتم دفعهم دفعة واحدة بدلا من دفعهم على أقساط لحل بعض أزمات النادي المالية اللي الزمالك واجه فيها حاليا. تاني حاجة، نادي الزمالك بيحصل على 300,000 دولار كامتيازات وبونص يحصل عليها الزمالك في وقت لاحق، يعني كاتفاقيات بعد فوز الفريق بالدوري أو فوزه ببطولات كده بيحصل الزمالك على 300,000 دولار كامتيازات. 3، الزمالك هيحصل على نسبة 20% من بيع أو من إعادة بيع حسام عبد المجيد أيا كان رقم الصفقة، وبيع اللاعب وغيره مشروط برقم معين. يعني لو وصل للنادي البلغاري أي عرض رسمي من نادي مصري أولا بيتم إبلاغ نادي الزمالك بالنادي ده وبيكون له أولوية في استعادة اللاعب خلال 14 يوم، ودي كلها كانت اتفاقات جون إدوارد. فحسام عبد المجيد بيوضح للمسؤولين الزمالك إنه موافق على أي حاجة من أجل مصلحة النادي، والأيام هتثبت إنه مش رايح عشان يبقى كوبري لنادي تاني ولا حاجة، وهو نيته الاحتراف الحقيقي وعايز يحقق حلمه في الاحتراف. فبالتوفيق لحسام عبد المجيد، ويعني بإذن الله يكون لاعب من اللعبة المؤثرة مع النادي البلغاري ويفوزوا بالدوري. وبس كده، اسمعوا بقى أهداف حسام عبد المجيد وأهم الأهداف اللي سجلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خد وقته. حسام 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 حسام، يا ولد يا ولد يا ولد، جول جول جول، يرقص عمر ويرقصني شخصيا. ياخد وقته، يسدد الى داخل المرمى، يا ولد يا لعيب يا لذيذ يا رايق. حسام عبد المجيد لاعب زي الحديد. حسام عبد المجيد، حسام والشناوي، الشناوي وحسام، هدف اول للزمالك، التقدم المستحق. ادي الكرة العرضية وادي ضربة الراس، يا حسام يا حسام يا حسام يا حسام. حسام عبد المجيد يسجل اول الاهداف. حسام عبد المجيد لاعب زي الحديد، باخلاق رياضيه جميله وباضافه كبيره، تمشي على طول الكره تاني على طول خطيره، والرابع الله، الرابع يسجل نادي الزمالك هدف الرابع. حسام عبد المجيد روعه، شوف الكره شوف الاثاره، حسام عبد المجيد يسجل رابع اهداف الزمالك. خلاص الضربه القاضيه اعتقد لنادي الزمالك.